ودلوقتي هنعمل البطاطس مع بعض بطريقة جديدة وجميلة. هي مش جديدة، يعني في ناس كتير بتعملها من زمان. بس بالنسبة لي أنا عجبتني بصراحة وحسيتها طريقة جديدة. أنا هنا عندي كمية بطاطس، مثلا نص كيلو بطاطس أو على حسب برضو عدد أفراد أسرتك. هنا معايا 4 بطاطس متوسطين الحجم، مسلوقين لمدة تلت ساعة في مية وملح. بعد ما اتسلقوا خليتها تبرد، مش هقطعها وهي سخنه، دلوقتي هي بارده. هقشرها معاكم وهوريكم هعمل فيها ايه. مع بعض كده نقشرها كده بالشكل ده. طبعا انا مش دايسه عليها قوي في السوا، يعني علشان انا دلوقتي هوريكم الطريقه الجميله اللي انا هعمل بيها البطاطس. كده بصوا بتتقشر معايا، مش مهريه ولا اي حاجه، كده بالشكل ده. ادي اول واحده معايا. هقشرها واحاول على قد ما اقدر احافظ على شكلها ما تبصش مني، كده بالطريقه دي. كل البطاطس اللي عندي هقشرها كده كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعدين هعمل في البطاطس ايه هتشوفوا معايا. كده همسك البطاطس زي ما هي كده صحيحة، هقطعها دوريات شرايح كده بالشكل ده. هحاول اخدها على ايدي كده علشان ما تتقطعش مني وتتهري كده. احطه في طبق كده بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين واحده واحده، شرايح تخينه كده بالشكل ده، مش رفيعه قوي لان البطاطس عندي مسلوقه كده. كل كميه البطاطس اللي عندي هقطعها بنفس الطريقه كده على ايدي كده بالراحه، شرايح تخينه عشان ما تتقطعش مني كده. بالنسبه لي كده كويسه خالص. شايفين سمكها عامل ازاي، باينه. بصوا بالشكل ده كده كده. وبعدين في طاسة على النار زيت سخن، بس مش سخن قوي يعني عادي، هسخن الزيت وهنزل فيه بالبطاطس دي لمدة 3 دقايق بالظبط، 3 دقايق بالظبط. يلا بينا على الطاسة ونشوف هنعملها ازاي، خليكم معايا.